السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة مميزة جدا ومن الأكلات اللي بيبقى طعمها حلو قوي. هنعمل النهاردة لحمة الموزة في الفرن. تنفع بقى تقدموها في عزومة لأن هي بيبقى شكلها حلو جدا على السفرة، أو تعملوها لغدا عائلي، وحقيقي بيبقى طعمها روعة. السر بقى كله في التتبيلة المظبوطة اللي احنا هنعملها مع بعض النهاردة، وكمان هقولكوا على شوية تريكات بسيطة هتخلي اللحمة طرية ودايبة زي ما انتم شايفين كده، بتتقطع معانا بسهولة جدا. والميزة في الوصفة دي انها سهلة وما بتاخدش وقت كبير واحنا بنحضرها، وكمان خطواتها واضحة جدا. وبجد دي من احلى واجمل الطرق اللي ممكن تجربيها في الموزة. فيلا بينا نبدأ ونشوف طريقتها ازاي. واول حاجة معانا وهي قطعية اللحمة. بالنسبة لقطعية اللحمة فاحنا هنستخدم الموزة، ممكن تسيبوها صحيحة زي ما انا هعمل، او ممكن تقطعوها قطع، بس حاولوا وانتوا بتقطعوها انها تكون نفس الحجم عشان لما تستوي كلها مرة واحدة. بعد كده هجيب سكينة وابدأ افتح في اللحمة فتحات صغيرة عشان لما اجي اضيف عليها التتبيلة تتبل معانا وتاخد من طعم التتبيلة. وبالنسبة للحاجات اللي احنا هنحتاجها في التتبيلة، معايا هنا بصلتين وسط قطعناهم، وكمان طماطم قطعناها، ومعايا كمان فصين توم هنحطهم عندي في درق الخلاط، وهحط عليهم شوية مية. واحنا بنقطع الخضار عشان يتفرم معانا بسهولة، وكمان ما يجهدش معانا الخلاط. بعد ما ضفنا الخضار ده في الخلاط هنضيف عليه ربع كوباية مية وهنفرمهم في الخلاط. وبعد ما فرمناهم عندي في الخلاط دلوقتي هنضيفهم على اللحمة اللي احنا فتحناها بالسكينة. وبالنسبة للبهارات اللي هنحتاجها، معانا معلقة بابريكا مدخنة، معلقة فلفل اسود، معلقة بابريكا عادية، ومعلقة حبهان مطحون، معلقة كركم، معلقة ملح، ومعلقة بهارات لحمة. هحط البهارات في الصينية او الطبق اللي انا هتبل فيه اللحمة وهقلبهم الاول مع بعض. بعد كده هضيف معلقتين من الصويا صوص، وعليهم 3 معالق كبار من الباربيكيو، وهقلبهم مع بعض كويس. بعد ما قلبناهم كويس هنبدأ ان احنا نحط اللحمة على البهارات وهنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. دلوقتي انا حطيت اللحمة عندي في التتبيلة وببدأ اقلبها كويس جدا في كل الاتجاهات عشان اللحمة تاخد من طعم التتبيلة اللي انا مجهزاها، وهي دي اللي هتدي للحمة طعم حلو جدا وطعم مميز. بعد ما هقلبها كويس في التتبيلة هضيف عليها شوية زيت وهقلبها مع الزيت كويس، وبعد كده هغطيها بستريتش راب وهدخلها التلاجة على الاقل خالص 6 ساعات. اهم حاجة ان احنا ما نستعجلش عليها ونسيب اللحمة تاخد وقتها في التتبيلة. عشان كده زي ما قلت هنغطيها وهندخلها التلاجة وهنسيبها على الاقل خالص 6 ساعات. واللي عايز طبعا نتيجة احلى كمان ممكن يسيبها ليلة كاملة، وساعتها اللحمة هتشرب من طعم التتبيلة وهتبقى طعمها احلى كتير. وانا هنا هسيبها ليلة كاملة في التتبيلة. وبعد ما اللحمة اتبلت كويس واخدت وقتها في التتبيلة، دلوقتي جه وقت اللي احنا هنسويها. هنجيب صينية، هحط في الصينية اول حاجة ورق فويل، وده عشان تحافظ على عصارة اللحمة وما تخليش اللحمة تنشف. وبعد كده هحط عليه ورق زبدة. وبعد كده هبدأ ارص قطع اللحمة اللي عندي في الصينية واتأكد انها متوزعة كويس. ومش هنضيف اللحمة بس، كمان هنضيف معاها التتبيلة بتاعتها. ودي تركة حلوة جدا ان احنا نضيف التتبيلة على اللحمة، لانها هتخلي طعم اللحمة حلو جدا بعد ما تستوي. طبعا هنوزع التتبيلة على اللحمة كلها وما بنسيبهاش في مكان واحد. بعد كده هنغطي عليها بورق الزبدة تاني، ونحاول واحنا بنغطي عليها بورق الزبدة ان احنا نقفل عليها كويس جدا، وده عشان البخار يتجمع جوه ويخلي اللحمة تستوي وتطلع طرية كده ودايبة. بعد كده هنقفل عليها بورق الفويل اللي احنا حطيناه اول حاجة، وهنجيب ورق فويل تاني ونبدأ نغطيها تاني. بعد بقى ما قفلت على اللحمة كويس هنضيف كده شوية مية عندي في الصينية. واخر حاجة هنعملها ان احنا هنغطي الصينية كلها بورق الفويل. وبعد ما غلفناها كويس بالفويل دلوقتي هندخلها الفرن. هندخلها على نار متوسطة
يعني حوالي 180، وده عشان اللحمة تستوي على مهلها وتطلع طرية كده ودايبة. ولو انتوا سايبين اللحمة صحيحة زي ما انا عملت كده فهتاخد 3 ساعات في الفرن، ولو انتوا كنتوا قطعتوها قبل ما تحطوها في الفرن فهتاخد من ساعتين لساعتين ونص، وده طبعا بيختلف على حسب حرارة الفرن. اهم حاجة في المرحلة دي ان احنا نصبر على اللحمة وما نستعجلش عليها. ودلوقتي بعد ما اللحمة استوت واخدت 3 ساعات في الفرن، هبدأ اشيل ورق الفويل وورق الزبدة اللي عليها. دلوقتي اللحمة كانت مستوية وطرية جدا وجوسي. اول ما شلت عليها ورق الفويل وورق الزبدة كانت ريحتها طالعة ما شاء الله جميلة جدا. ممكن تسيبوا اللحمة زي ما هي كده او تدخلوها تحت الشواية تتحمر كده شوية من فوق، ودي هتدي شكل حلو جدا للحمة. هنقدمها وهي سخنة كده مع طبق رز بسمتي. ولو حابين تشوفوا طريقة الرز البسمتي فانا كنت عاملاه هنا على القناة، هسيب لكم اللينك في التعليق المثبت. شايفين بقى قد ايه اللحمة طرية ودايبة جدا، وبجد دي من اسهل واحلى الطرق اللي ممكن تجربوها في الموزة، بتخلي طعمها حلو جدا. وانا متأكدة انكم لو جربتوها مرة هتبقى من ضمن الاكلات المفضلة اللي هتكرروها على طول. شايفين بقى قد ايه اللحمة طرية وبتدوب معانا. وزي ما قلت ان احنا ممكن نقدم الموزة مع رز بسمتي بيليق جدا عليها. ولو عايزين حاجة بسيطة كده ممكن تقدموها مع عيش بلدي سخن، والصوص اللحمة نفسه بيبقى حلو جدا معاها. والموزة طلعت طرية جدا وبتدوب في البق، وبقت كده شكلها ما شاء الله يفتح النفس، وفي نفس الوقت تنفع تتقدم في عزومة وبيبقى شكلها حلو جدا على السفرة، او ممكن تعملوها لغدا عائلي. جربوها بالطريقة دي وقولوا رأيكم وان شاء الله هتعجبكم. ممكن بقى نزينها بمكسرات او رشة كده بقدونس مفروم على الوش، بتدي شكل حلو جدا للحمة. وبكده هنكون خلصنا وصفتنا النهاردة، وهي لحمة الموزة في الفرن. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسوش تجربوها وتقولي رأيكم وطلعت معاكم ازاي. ولو وصلتم لعند هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. واشوفكم على خير في وصفة جاية.